بنشوف كذب يوميا وبنقعد نقول كل مره هنصدق الناس. برضه الناس بتقعد تضحك علينا، وناس كتير عندها هوس واوبسيشن يعني طريقه الكشف عن الكذب او ان انا اعرف اللي قدامي بيكذب ولا لا من اكتر الحاجات الناس بتدور عليها على النت او على اليوتيوب بشكل عام. فده بيدينا مؤشر ان الناس كلها مخونه بعض ولا إيه؟ او حتى ممكن يكون اغلب الناس اللي بتعمل كده هي ناس هي اللي بتكذب على الناس وعايزين يعرفوا ان هم ما يتكشفوش. المهم في الفيديو ده هنناقش ايه اكتر التفاصيل اللي بتبين للشخص هل الشخص اللي قدامي ده بيكذب او ما بيقولش الحقيقه كامله او بيحاول يخفي شويه تفاصيل ولا لا. مش بغرض اللي احنا يعني نقاطع بعض، بس على الاقل دي ممكن تبقى مفيده لينا نوعا ما. مساء الفل، يا رب تكونوا بخير. بقالي فترة ما عملتش فيديوهات، وكنت حابب بعد بقى مرحلة الأجازات ورمضان والعيد خدنا شوية أجازات كده كتير، حتى اللي عنده شغل كتير بقى عنده وقت إن هو يشم نفسه شوية. فكنت حابب أتكلم على طريقة كشف إزاي أعرف إن اللي قصادي ده بيكذب عليا ولا لأ. حاجة زي دي مهما اتكلمنا فيها هي مسار حديث مجموعة كبيرة من الناس يوميا، لأن احنا واقع الحياة العملية والسوق والناس اللي بتشتغل دلوقتي معرضين تماما لفكرة الخداع او معرضين لفكرة الكذب بشكل يومي، حتى لو مش مجرد بهدف توقيع الضرر، بس احنا بنتعامل مع انماط شخصيات مختلفة، وبالتالي كل واحد عنده دافع مختلف من الكذب، سواء ممكن يبقى بالحق الضرر، او ممكن واحد بيبقى بيحمي نفسه، او بيخبي حاجه، او عايز يوصل لهدف معين، او مجرد حتى بيريح دماغه، او لمجرد ممارسه عاده الكذب يعني اللي هي عند ناس كتير، واللي ممكن تكون عند لما بتكون بسيطه ما بتاذيش حد فما فيش فيها مشكله، بس لما بتكبر ممكن تبقى مؤثره على ناس كتير، وخصوصا لما بتبقى داخله في الشغل وما الى خلافه. معلومه مضلله ممكن يترتب عليها حاجات كتيرة جدا وأذى لأشخاص. أول حاجة اللي الناس بتاخد بالها منها هي علامات التوتر أو علامات العصبية. لو مش لازم عصبية بشكل زعيق أو كده، بس الشخص اللي قدامي لو بيبتدي زي ما بيقولوا بيتجنب النظر في العين، بيحكي الحكاية وهو بيبص في حتة تانية، ده جزء من علامات ان هو ممكن يكون بيألف القصه. بس مش بيبقى دي العلامات الوحيده، لان هو ممكن يكون في ناس مش بتتوتر من النظر في عين الناس التانية. ممكن الناس بتقدر عندها قدره عن الحكايه اكتر وسرد التفاصيل لما بيبقوا باصين في الفراغ او في المطلق. فده احد المؤشرات. لما بتتجمع معاه مؤشرات تانية ممكن يبقى عندنا تأكيد ان الشخص ده بيكذب او بيخفي الحقيقه. فنرجع نقول تاني، هي التوتر، عدم النظر في العينين، حركه مفرطه، ان الواحد يكون بيحرك ايده يهدي من التوتر اللي جواه، اللي هو فاكر ان اللي قصاده حاسس بيه. لما بيكتر زياده عن اللزوم الشخص اللي قدامه بيبقى حاسس بيه نوعا ما، وبيبتدي يحس ان في حاجه غلط. تاني حاجه ممكن نقول البحث عن عدم المنطقيه. دايما اللي بيكذب، وخصوصا لو مش شاطر قوي يعني، مش بيبقى مغطي كل القصه بشكل بتفاصيلها، وخصوصا لو احنا بنتعرض للناس اللي هم بتكذب علينا في الشغل او في حياه يوميه. هو مش هيقدر يجيب بقى القصه من اولها بتفاصيلها ويحبك القصه بشكل كامل، فدايما بيبقى فيه ثغرات في الموضوع. فالدخول في التفاصيل او الاسئله ممكن تعكس توتر، تبين للشخص اللي قدامي مش ملم بالقصه، او بيبتدي يالف او بيتلجلج ومش بيقول الحقيقه. فعدم المنطقيه في سرد القصه دي حاجه مهمه جدا. يعني دايما التفاصيل بتقع، وخصوصا لو واحد شاكك في حد. يعني لو اللي لو انت او انت شاكين في حد معين ان هو بيقول القصه دي قصه معينه وفيها كذب او فيها مبالغه او فيها تحوير، لو انت خدت التفاصيل او انت خدت التفاصيل وسالتي على نفس القصه بعدها بيوم او بعدها بيومين، ممكن بنسبه كبيره لو في كذب هتلاقي في نسبه من الكلام اتغيرت، او لعبه انا بلعبها تماما. لو انا حابب ان انا اعرف هل المعلومه دي صح ولا لا، لو انا زقيت شخص معين ان هو يسال الشخص التاني اللي انا شاكك فيه يحكي له نفس القصه، غالبا بيحكيها له بطريقه مغايره. فبالتالي الاسئله اللي هي التفاصيل اللي بتتسال خلال سرد القصه اللي مش متوقعه، اللي مش متحضر لها اجابات، وطريقه الرد عليها بتبين هل في نسبه عدم وضوح او عدم صراحه في القصه ولا لا. وثالث حاجه هي طبعا البادي لانجوج او لغه الجسد. هي من اكتر الحاجات اللي بتفضح، يعني من اكتر الاغلاطات الناس بتقع فيها مثلا في انترفيوهات او لما بيتسالوا اسئله. هو حد كاتب كذبه في السي في بتاعه او مبالغ في حاجه واتسال عليها، ممكن اشخاص كتيره اللي ما عندهمش خبره كافيه ممكن يضحك مثلا، يضحك في وضع او في سياق ما فيهوش فيه ضحك، يضحك ويبتسم ابتسامه ويبتدي يرد. ده حاجه بتبين ان الواحد عارف ان الحاجه دي مش حقيقيه.
فبيضحك وبيدي، لو اللي قدامه فاهم هيبتدي يستوعب ان في حاجه غلط. لو اللي قدامه شخص يجيد قراءة الناس ويجيد قراءة لغة الجسد ويجيد قراءة الشخصية بشكل عام، هيبتدي يتفطن ان في حاجة هنا، فممكن يسأله أسئلة اكتر، يسأله في تفاصيل اكتر، ما يعرفش يرد، فيبان ان هو مثلا مبالغ في حاجة زي كده. فالناس بتغلط الغلطة دي لما بيبالغوا في حاجات معينة ويجوا لغة جسدهم تفضحهم، يضحكوا اول ما يتسأل السؤال، او يبتدي مثلا يبص لفوق في الاتجاهات اللي هي مش التذكر، او في الاتجاهات اللي تبين للشخص التاني ان هو واحد بيألف قصة. ودي حاجات ناس كتير المتمرسين في الانترفيوهات، حتى لو ما عندهمش خبرة في السيكولوجية او خبرة في التعامل مع قراية الناس، بس بالممارسة خلاص بيبتدوا يعرفوا ان نمط الشخص المعين اللي بيتسأل وبيبتدي يبص في السقف ده يبقى بيألف حاجة. انا شخصيا لما بتعرض لمواقف كده ويبقى في انترفيو وبسال حد وبيبتدي كده، ببقى خلاص عارف ان بنسبه كبيره ان اللي جاي ده مبالغه او كذب، فبالتالي بركز اللي انا بسال فيه بقى. فلو ما خدتش اجابات وافيه خلاص انا بيبقى الشخص ده بالنسبه لي شخص غير صريح. فدي من الحاجات، لغه الجسد المتحفظه، التوتر، الهز، القصص دي كلها بتدي اعتبار او بتدي انطباع ان الشخص قدامي ما بيقولش الحقيقه بشكل كده. فبمنتهى البساطه الثلاث حاجات دول اللي هم تاني لغه الجسد، التوتر والعصبيه والعادات اللي هي مش الانسان ما بيعملهاش طبيعي، اللي بيعملها فجاه وقت سرد القصه، او عدم المنطقيه في القصص، وعدم التركيز في التفاصيل، او عدم القدره على مجابهه التفاصيل، دي كلها حاجات بتدي انطباع ان الشخص اللي قدامي لما الحاجات دي بتتكامل ان الشخص اللي قدامي بيداري حاجه. وخصوصا في حاجه انا بقى باخد بالي منها جدا لما اكون انا بتعامل مع شخص والشخص ده بيحب يتكلم في التليفون او بيحب التواصل المباشر، ودايما عند الحاجه اللي فيها نص كدبه او ربع كدبه ما يحبش يعملها في التليفون، او ما يحبش يعملها وجه لوجه، يعملها في الشات، يبعت فويس نوت او يبعت الكلام ده بيبقى يعني حاجه انديكيتور كده ان الشخص بيرمي الكلمه، عشان لو دخل في النقاش ده في نقاش حي مش هيقدر يغطي الكذبه، او هتقع منه، او هينهار، او هيسلم بسرعه. فدي حاجه كده بتيجي بالخبره. لما بيكون الواحد عايز يعني يحكم كذبه كده وما يخشش في تفاصيلها، دايما بيستخدموا الادوات التواصل الاجتماعي ان هو يبعتها ويجري ويهرب. ففي الحاله دي خليكوا وراه وارفعوا عليه سماعه التليفون وحاولوا حاولوا توقفوا. ده كان فيديو بسيط النهارده حبيت اشارككم بيه. شكرا، وحاول بقى بانتظام على الاقل اسبوعيا نناقش افكار جديده على القناه. وشكرا ليكم وكل سنه وانتم طيبين وسلام.